ونرجع بقى للعزومات بقلب جامد وقلب قوي كده، ونقول اللهم بارك. ايه دي، لوحة فنية دي يا ليلى ولا دي ايه؟ دي حاجة كده قمر قوي على الاخر. في قلب سمكة كده لوت يبقى بالجمال ده، واللون البامبي القمر ده، الله 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 الله. ولا السمك الجزل، عايزة اقول لكم بقى، الجزل ده والشبار اللي جنبه جاي هدية من البلد. ايوه جاي هدية من البلد، يعني سمك نيلي محترم. طب بينا بقى نعمل ايه الخلطة والتتبيلة، ونشوف النهاردة هنعمل العزومة بتاعتنا ازاي ونشكلها ازاي. اللهم بارك. حطيت كده التوم فرمته بملح. وتعالوا بقى نكمل بقية الخلطة بتاعتنا. شوية فلفل كده احمر على اخضر، ليمونة، ما تحطيهاش سليمة هتبوظ الكبة يا ست البنات، قطعيها 5 6 7 10 حتت كده، وعليها بقية الفلفل. وتعالي نظبط ايه التتبيلة بتاعتنا قوام قوام كده، علشان تبقى حاجاتنا كلها جاهزة. وهقول لك ازاي تبتدي عزومة السمك من اولها لاخرها بكل سهولة. طب تعالي بس نكمل بقية البهارات بتاعتنا للسمك. حطيت ملح، ادي كده الكمون وشوية كزبرة. معروف ان ليلى النجار بتحط شمر، بس اكتشفت اني ما عنديش وخلص يا خراشي. اول مرة في حياتي اعمل السمك من غير شمر، والله. طب يلا بينا بقى ننزل بعصير ليمون كتير 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 كتير، ايوه بتاع حوالي ربع كيلو ليمون كده. ونقلب كل الخلطه الحلوه دي. وتعالوا بقى نفتح السمكه اللوط بتاعتنا. السمكه اللوط دي من عندي، كانت في الفريزر تمام. قطعتها فتحتها زي ما انت شايفين شايفين كده. فتحيها جدا وامسكي بقى التتبيله، دخليها في كل الفتحات اللي انت فتحتيها لها دي، عشان لحمها كله يتبل. من العاده ان انا بحشي اللوت جمبري من جوه، بس ما فيش جمبري، هبعت اجيب جمبري مخصوص. قلت لا والله، السمك زي ما قلت لكم اللي ورا ده جايني من البلد، والسمكيه دي كانت مركونه عندي في الفريزر، يعني ما بعتش جبت حاجه من بره. الحمد لله، ربنا يملى بيوتنا كلها بركه. وتعالوا بعد ما حشيتها كمان من جوه نمسك بقى الجزل، السمكه الجزل دي تبلناها كده، وكمان تبلنا الشبار المفتوح جواب كده زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا بقى، حطيت حته خلطه وقلبته تقليبه كده ياخد ويدي بشكل ودي مع بعضه. على بال ما السمك يتبل حوالي نص ساعه، كنت وضبت السمكه اللوط الخلطه بتاعتها: بصل مقطع، طماطم متقطعه، فلفل مقطع، شويه جزر من اللي انا كنت مخزناه من الموسم اللي فات، فاكرينه؟ الجزر دلوقتي ب 30، انا بقى عندي جزر متخزن في الفريزر. الله اكبر، اللهم بارك. صلي على النبي. عشان تعرفوا بس، بتقعدوا تزعقوا لي تقولي بتخزن. ايوه، ما بلاقي خضار رخيص بخزنه. اكدب يعني؟ لما بلاقيه رخيص بخزنه، اهو بينفعني في وقت غلا زي كده. ربنا يا رب يرخص الحاجه. تبلت بقى، حطيت حته خلطه على كل الكلام ده، وخد وده كده بشكل ودي مع بعض وقلبته. وتعالوا بقى نحشي السمكايه ونفرش لها أرضية من تحت وأرضية من فوق كده. الله 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 الله. وتتحشي من جوه، يا سلام، هو ده الكلام. شوية زيت بقى على الوش كده، وتدخلي الكلام ده على الفرن على الهادي كده يا زبادي، وتاخد بقى مع نفسها. الله، بتبقى عسل عسل عسل. عايزة تغطيها بورق فويل عشان تفضل طرية براحتك خالص. أنا حطيتها على كده. دقيق، هحط له شويه توابل سمك، وحطيت له كمان شويه كركم. وتعالوا نقلب الكلام ده كله. الكركم ليه يا ليلى؟ وتتبيله السمك وتوابل السمك. توابل السمك بتخلي ريحه السمك وانتي بتيجي تاكليه كده، الكفر بتاعه من بره بيبقى عسل عسل. شويه خلطه في بوله ميه كده، وتسقطي فيها السمك بعد ما تطلعيه من دي، وعلى الزيت على طول. الله الله الله. بصي السمكيه طالعه شكلها ايه. بصي بقى الكركم بيديها اللون الحلو الذهبي، يعني الكهرماني ده. والدقيق كده متبل بتتبيله السمك، واخد التوابل. وتعالي بقى ايه، الله الله الله. اسمعي الصوت كده، الصوت ده في جلدك في جلدك. عايزه اقول لكم صوت السمك وهو بيتقلي والله بيشبعني. ما باكلش لسه الاسماك، بس يلا انا بشم على الريحه معاكم. ايوه زيكم، مش انتوا بتتفرجوا، انا كمان بتفرج. ايوه. بصي بقى شكل السمك طالع مقرمش ازاي. اللهم بارك. ايه اللي يخلي يا ليلى السمك بيطرى مني؟ بيطرى منك يا ست البنات ان انت بتحطيه في الزيت وهو بارد. صدقيني، وبتفرق من نوع الزيت كمان. لازم يكون الزيت، انا بستعمل زيت التومين، خلينا صادقين. حمرت البصله، بعد ما البصله بتاعتي اتحمرت جامد كده، انا بعمل هنا شويه رز للسمك. هاخد بقى حته خلطه من خلطه السمك دي، ما خلطه السمك دي بتفضل معايا من اول الفيديو لاخره. وحطيت سنه سكر، وقلبي بقى البصلايه مع حته التومه بتاعت السمك وشويه السكر. شم ريحه الله 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 الله.
تشمي بقى ريحة ايه؟ تشمي ريحة البصلة كده بالتوابل بالتومة، قمر اللهم بارك. ننزل بالمية، البصلة تاخد وتدي مع المية حلو. بعد كده تنزلي تسقطي بقى الرز بتاعك وتظبطي ملحه وتسيبيه مع نفسه بقى كده شوية. طيب تعالي بقى نعمل سلطة الطحينة. قوام قوام حطيت الطحينة، بنزل عليها بمية سخنة شويه بشويه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. حته خلطه من اللي احنا راكنينها من السمك. ما انا بقول لك بتفضل ماشيه معايا طول الفيديو. شويه خل، عايزه تحط عصره ليمونه حطي، حطيت رشه ملح على كمون كده، وتعالي نقلب الكلام ده. الله الله الله، احلى شويه سلطه الطحينه واسرع شويه سلطه الطحينه. ولا هكلف بقى ولا اجيب زبادي. الطحينه برضو كانت عندي، ما عندكيش ابقي اعملي كده، هاتي ربع كيلو سمسم واعمليه، هتملي برطمان يفضل عندك في البيت كده ايه، خير وبركه. تمام. انا غرفت كده الطحينه زي ما احنا شايفين. وتعالوا بقى نروح نشوف بقيه اكلنا ونغرفه. دي السمكيه وهي طالعه من الفرن، بصوا لوحه فنيه لوحه فنيه، ريحتها الله. فين ايام الاكل والدلع والشهيصه؟ والله كنت بقعد، بصوا ما اقولكوش، في اكله السمك دي اقعد يوم كامل اكل فيه، واستنى بقى تاني يوم لحد ما اصحى الاقيه ايه، آم، بايت. انا من النوع اللي بحب اكل السمك بايت الصبح قوي. اول ما اصحى كده احب افطر سمك بايت لو عندي سمك بايت. مين زيي بقى بيحب ياكل السمك البايت؟ قولوا لي في الكومنتات يا بنات. غرفت السلطه بقى هنا كده، بس طبعا خلاص بقى راح ايام الاكل. بناكل دلوقتي بس اكل صحي اكل صحي. طيب تعالوا بقى نغرف السمك كده اهو، بعدله بس في السرفيس عشان العين بتاكل قبل البطن يا بنات، العين بتاكل دايما قبل البطن. كنا زمان بقى فاكرين زمان كنا بنحط جرجير تحت السمك وخضره، ما عادش دلوقتي ما عادش. الخضره دلوقتي بسعر الذهب، فما بنقدرش نجيب خضره دلوقتي. طيب تعالوا بقى، حتى لو لاحظتوا السلطه انا عملتها من غير خضره اصلا. تعالوا بقى بصوا، اللهم بارك اللهم بارك. دي كده كانت عزومتي النهارده، اول يوم اعزم حد. وكده شكل العزومه شكلها حلو قوي قوي، اللهم بارك. السلطه والرز والطحينه، وادي السمك اللوط بعد ما طلعت من الفرن، وادي السمك الجزل، وادي السمك الشبار متفتح كده زي الازرف زي الجوابات. شكله حلو قوي قوي، بيبقى كمان مقرمش عن المقفول قوي قوي كمان، للناس اللي بتحب القرقده والمصمصه بقى. وادي كده شكل السمك اللوط، عايزه اقول لكم من احب السمك الى قلبي، واللي اتحرم منه قلبي. الف هنا وشفا الكل من كل من العزومه الحلوه دي. وادي السمك الجزل، بصوا شكله ايه، لحمه ضاني كده. واشوفكم يلا في فيديو جديد، واستنوني بكره في فيديو حلو قوي قوي هيعجبكم ان شاء الله. وادي السمكه، بص عماله رايحه جايه اشم في السمك، رايحه جايه اشم فيه. والله لا مش عيني في الاكل والله، بس بألف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد، وتحياتي والسلام عليكم.